سؤال كل يوم، اليوم طويل وما بيخلصش، بعمل كل حاجة وما بيبانش على البيت. كل يوم أكل مختلف، محدش عاجبه حاجة، مش عارفة أنظم وقتي، أنا تعبت جدا، أنا اتخنقت، مش عارفة أعمل إيه. هقولك بقى أنا بعمل إيه بعد التجارب. حاجات كتير جدا استقريت الحمد لله على حاجة ولقيتها حلوة جدا وعجباني. بس قبل أي حاجة صلى على الحبيب يا عمر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى يا بنات، هو طبيعي ان احنا نلاقي يومنا مكركب لو احنا مكركبين الدنيا فوق دماغنا. كلمكم كده بصراحة ونكون صراحة مع بعض. عشان يومك يكون حلو اشتغلي صح، ابتدي يومك صح. لازم تبتدي يومك وانتي حاسة ان انتي مرتاحة. عشان تريحي نفسك رتبي يومك بقى. تعالي اقول لكم بقى نرتب يومنا ازاي. اول حاجة لازم طول اليوم نستغفر ونشكر ربنا ونصلي على الحبيب، وتصلي طبعا عشان يومك يكون فيه بركة كده. تاني حاجة بقى، هنرتب يوم يبقى مش كل حاجة في نفس اليوم. يعني مش هتدخلي المطبخ تعملي أكل في عز الحر وبعد كده تطلعي تنضفي الشقة لو نازلة تجيبي طلبات من السوق، أو نازلة تجيبي حاجات من السوبر ماركت، وبعد كده تطلعي تشوفي الأولاد وبعد كده يستعجلوكي في الأكل، فانتي تبقي تحسي ان انتي دايرة في دايرة ملهاش نهاية كده. لا، احنا هنعمل يوم أكل. يوم هندخل المطبخ نعمل أكلة تكفينا يومين كمان. ده تدبير وتوفير كمان. يعني لو عملت صينية بطاطس بالفراخ هتزوديها شوية، وتاني يوم تعملي طبق رز بالشعرية وطبق سلطة جنبيه. بس في اليوم اللي انتي بقى مش هتعملي فيه اكل هنعمل فيه حاجات تانية خالص. اليوم مش هنعمل فيه اكل، هنمسك المكان اللي احنا محتاجين فعلا نديله تنظيفة عميقة، ننضفه تنظيفة حلوة. الانتريه عندك، اوضتك انتي، اوضة الاطفال، الحمام اعزكم الله، المطبخ. امسكي المكان اللي انتي شايفاه فعلا ان هو محتاج تنظيفة. طيب لو انتي عاملة بقى تنظيفات عميقة ومش هتعملي تنظيفات بقى عميقة، ادخلي على الشقة كلها. لمعي اوضه الاطفال، لمعي الكومودينات، لمعي الترابيزات، لمعي الحيطان، لمعي الدولاب. ادخلي على الصاله، لمعي ترابيزه الانتريه مثلا، لمعي ترابيزه التلفزيون، الشاشه، لمعي الحيطان، لمعي الانتريه، نفضيه، اكنسي. امسكي مثلا مقشه. دي الحاجات اللي انا بعملها. بمسك مقشه واجيب زي ما انتوا شايفين كده كروكس الوان، انشع السجاد كله او على الحافظات لو مش هغسلها بكروكس الالوان وشويه ميه دافين، وادعك السجاد زي ما انتوا شايفين كده كاني بغسله. يعني كاني بغسله، بطلعه اشمسه بره الشقه شويه. شمسيه على البلكونه بقى، على الشباك بره الشقه عندك. طلعيه يتشمس بعد ما تعملي الحركه دي. حرفيا السجاده يقعد معاكي، يعني مش هتغسليه الا مره في الشتاء ومره في الصيف، لان هو يبقى نضيف. يعني هو دايما هيبقى نضيف لان انت يعتبر كده بتغسليه، بس اهم حاجه تخليه يتهوى في الشمس عشان ما يكمكمش. قومي من النوم لو مش وراكي حاجه مثلا وعامله اكل بزياده، زي ما قلنا كل يوم هنعمل يعني يوم فيه ويوم ما فيش اكل. ولو انت بتحبي الاكل صابح يبقى ما تعمليش الرز وتشيليه في التلاجة. الطبيخ بس لانه بيتسخن عادي، والرز اعمليه صابح مش هياخد معاكي وقت. يعني تحمري الشعريه وتحطي الرز مش هياخد معاكي وقت. آه برضو ممكن تصحي من النوم الصبح تمسكي كل الملايات اللي عندك بتاعت اوضتك وبتاعت اوضة الاطفال تغيريها، تشيليها وتفرشي تقومة تانية. برضو الحركة دي بتديكي برضو ان انتي منضفة الشقة كلها بالكامل. قومي من النوم لمي المفارش كلها اللي عندك، المفارش السفرة ومفارش الانتريه، واغسليها. اليوم برضو اللي انتي عاملة فيه اكل، اليوم اللي انت عامله فيه اكل ممكن تدخلي تغسلي المطبخ تنضفيه. ما انت جاهزه بقى بالاكل. طول ما انت جاهزه بالاكل اي حد يقولك جعان هتحطي له، وفي نفس الوقت انت بتاخدي راحتك ان انت بقى مفيش وراكي حاجه طلبات، ولا اي حد يطلب منك اي حاجه فبتمسكي كل اللي وراكي تعمليه. اليوم انا بكلمكم بقى مش على حاجه معينه، لان انا بصحى في يومي اختلاف يومك. يعني انا ممكن يكون عزكم الله عندي المطبخ عايز يتصب من اوله لاخره، انت عندك الحمام، حد تاني عنده اوضه النوم حد تالت عنده اوضه الاطفال. فانتي على حسب يومك، مهما كانت بقى مساحه شقتك، مهما كانت صغيره مهما كانت كبيره، فالتنظيف والتقسيم كل واحد. كلنا بنصحى من النوم عايزين نعمل اكل، مش عارفين نعمل اكل ايه. رتبي نفسك من بالليل هتصحي الصبح تعملي ايه. يعني اليوم اللي انت هتعملي فيه اكل، انا بدل ما اعمل كيلو بطاطس لو عندي اولادي ما شاء الله كتير اعمل كيلو ونص. الفراخ مش شرط كل يوم هتعملي صينيه فراخ، ولو ما فاتش عندك فراخ بس عندك بطاطس مش مشكله تعملي طبق رز بالشعريه كده. حطي بقى التاتش بتاعك والتريكات اللي يبان ان انت فعلا غيرتي ونضفتي وظبطتي شقتك. راحه نفسيه ليكي ولولادك. يعني اللي هو ايه، يعني انا مثلا بعد ما نضفت الصاله والانتريه وكده رحت فرشه
الستارتين دول عملوا لي تغيير بقى ان انا عملت حاجه، يعني ان هما بقى بصراحه عملوا لي تغيير. الالوان كانت مبهجه كده صيفيه وانبسطت جدا منها، وعملوا لي تغيير. حاجه بسيطه، مفرش، ملاية، اي حاجه بسيطه اعملي تغيير ان انت عملتي حاجه فيها تغيير. بعد كده جبت شويه كلوروكس الوان ورحت ماسكه بقى الارض وماسكاها دعكاها دعكه حلوه. وساعات بحط كلوروكس ابيض، بس انا ساعات ببقى لابسه لبس خايفه ان الكلوروكس الابيض يبهدله. التركايه دي برضو خلي بالك منها، لو انت خايفه من الكلوروكس الابيض يبهدل الدنيا حطي كلوروكس الالوان، بيدي ريحه وبيلمع برضو حلو قوي جدا، وايه وبيخلي السيراميك كده يشف ويرف معاكي. اليوم ده بقى كنت انا عامله ايه، كنت سالقه فراخ قبليها بيوم بالليل وحطاها في التلاجة، وقلت هخلص ودخلت المطبخ عملت بس طبق رز اصفر وطبق سلطه وطبق طحينه، وحمرت الفراخ بجيفيتور، عملتها زي كوكي كده كاني جايباها من بره. ورحت عملت احلى اكل كاني واقفه طول اليوم بعمله في المطبخ، وانا ما خدش معايا ربع ساعه بعد ما خلصت. وبس كده، وبعد ما خلصت الاكل رحت ماسكه بقى فرشه السجاد وعملت الاكل. الشقه كانت ما شاء الله ريحتها حلوه وكانت نظيفه وزي الفل. لميت الزباله اعزكم الله طلعتها بره عشان ارميها. اهم حاجه ما نبيتش الزباله في الليل تبقى معانا بالليل في الشقه لان الجو حر جدا. كل يوم هقول لكم بقى تريكات انا على مدار حياتي في الجواز اتعودت عليها، ان انا لما بعملها بتخلي يومي مريح وبتخلي يومي فيه انجاز وفيه طاقه كده وحيويه في عز الحر. فكل يوم هقول لكم ايه الحاجات اللي انا بعملها بتريحني فعلا في يومي. مش بعلمكم والله العظيم، انا بشارك معاكم يومي في الحاجات اللي ساعدتني كتير ان انا اغير من وقتي واغير من حياتي. وانت كمان لو بتعملي حاجه وشايفه ان هي ممكن تساعد غيرك ممكن تكتبي لي في الكومنتات، ونشور بعض في الكومنتات ان احنا ازاي نخلي يومنا احسن يوم. بعد كده جبت معطر فريده ده بريحه البهجه. انا بقطع شويه لان الروتين ده الصبح وانا بسجل لكم وانا صاحيه، فبحس ان لساني بيبقى تقيل كده وانا صاحيه منه مش عارفه ليه. معطر كان ريحته حلوه جدا. وبقول لكم الجو حر جدا، الجو ده كان مستحيل ان انا اخش اعمل اكل او اغسل فراخ او اعلق على فراخ او اي حاجه، كان صعب. لان انا كنت مجهزه الاكل من بالليل دي يا دوبك بس سلقت الفراخ وبردت وحطيتها في التلاجة. طبعا الستاير فرشتها اهي. بصي، ابسط حاجه عندك بتعمل تغيير. بصي لحياتك باقتناع، حبي الحاجه بتاعتك علشان تعرفي تغيري منها وتعملي احسن ما عندك فيها. الله يسعد قلوبكم جميعا. اتمنى يا اخواتي ان انتوا تعملوا لايك جميل والكومنت الحلو اللي تصلوا فيه على حبيبي. لو ما اشتركتيش لحد دلوقتي اشتركي وتقولوا لي ايه رايك في الكومنتات، بتمشي يومك ازاي علشان دعمكم يوصل لي والروتين يتشاف اكتر. لازم تكتبوا لي كومنت تصلوا فيه على الحبيب، ده فضلا وليس امرا. بس هو شروط اليوتيوب ان انت تكتبي كومنتات كتير عشان الفيديو يتشاف ولايكات كتير عشان الفيديو يتشاف. فده مجهودي وتعبي، اتمنى ان انتم ما تضيعوش مجهودي على الارض. الكومنت فضلا وليس امرا، والاشتراك في القناه لو قناتي عجبتك خدي جوله كده فيها. بقول لكم هنا الجزم دي عزكم الله انا مش عارفه اعمل فيها ايه، لان العلبه دي انا لما فيها كل حاجه وفي نفس الوقت الشكل مش عاجبني، بس برضو مش عارفه اوديهم فين. الجزمه عندي ما بتاخدهمش. لو عندك فكره قولي لي في الكومنتات. وبقول لك بقى انا لمعت السجاد كله زي ما انتم شايفين كده بالكلوروكس الالوان وسبته يتهوى في الشمس. وخدت مفرش السفره غسلته، وغسلت كان عندي شويه ملايات غسلتهم ونشرتهم برضو، وهويت الشقه. لايك وكومنت حلو. ودي كمان طريقه الفراخ في الاخر، دخلت عملت الرز الاصفر زي ما انتم شايفين كده وحمرتها بجوفيتار، وعملت طبق طحينه زي ما انتم شايفين الطبق اللي هناك ده. لا ودي كمان اكله اقتصاديه، يعني مش هتكلفك. لو انتوا 3 افراد وعندك رز ممكن تجيبي ال3 دبابيس دول. انا كنت جايبه كيلو بس خدت منه 3 بس لان ما شاء الله كانوا كبار. يعني ممكن تكلفك 50 جنيه لو انت جايبه ال3 دبابيس بس. ولو عندك الرز اعملي طبق رز وطبق سلطه. عندك كيلو كيلو بيبقى 6 وحدات. احنا 3 في البيت فشلت 3 قلت اعملهم مع صينيه بطاطس تاني يوم وعملتهم بالطريقه دي. اي شوربه تفيد عندك في علبه وشيلها في الفريزر علشان هتفرق معاكي ان انت ممكن تطبخي اي طبيخ عندك بشويه الشوربه اللي انت شايلاهم دول. وفري ودبري من قلب بيتك هتاكلي الخير كله والخير كله هيبقى عندك، وكمان هتمشي يومك باحلى تدبير وتوفير. يا رب يكون اليوم عجبكم. ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو وتقولوا لي ايه رايكم في الفراخ، ولو عايزين الطريقه هعملها معاكم في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم. سلام.